أهلا بكم في زمن الثقافة. في هذا العدد نتعرف على الديوان الشعري للإعلامي والشاعر عبد الحميد جمهري والمعنون ب جاءوا لنقص في السماء، من خلال قراءات نقدية احتضنها رواق آثار وفن بمدينة المحمدية. وفي عالم الكتاب دائماً ننتقل إلى مدينة الدار البيضاء في جولة استطلاعية برحاب مكتبة عبد العزيز آل سعود، حيث منابع العلم والأدب بخصوصية مغربية عربية. وفي فقرة إبداعات يأخذنا الإبداع إلى عاصمة البوغاز مع معرض طبيعتي للفنان التشكيلي والنحات عبد الكريم الوزاني، وحصيلة 40 سنة من العمل في الرسم والصباغة. رواق آثار فن بمدينة المحمدية احتضن هذا اللقاء الأدبي الذي جمع الإعلامي والشاعر عبد الحميد الجمهري بثلة من النقاد والإعلاميين والكتاب والمهتمين. أمسية ثقافية حملت فصولها قراءات شعرية ونقدية في الديوان الأخير لعبد الحميد الجمهري، جاءوا لنقص في السماء. وأقترب من كل الجراح العتيقة البيضاء كخيط ملح، وسأسأل عن الفراغ لماذا اختار أن يكون هادئا بالرغم من ارتطام المتكرر مع نفسي إلى آخره. أعتقد أننا نعيش دائما نفس الأسئلة الوجودية التي طرحها الإنسان من بدايته وسيظل يطرحها عن معاني الوجود وعن الاحتماء أيضا بالنصوص التي عاشها وعاش بها. سيحتمي دائما من نفس الاستعارات، ستكون أمام هذا الجيل والجيل الذي سيأتي من بعد نفس اللغة، وعليه أن يعيد تدويرها، ريسيكلاج ديال اللغة من جديد لكي يخلق بالفعل كما قلت الرؤية للعالم. بالنسبة لي أن هذه كانت مغامرة. دعني أعترف لك أنه في كل ديوان أعتقد أنني أضيف تفاصيل إلى جنازتي، أضيف تفاصيل إلى جنازتي، وأحيانا أغير بعض التفاصيل، وأنا أتحدث في نفس الوقت عن الحياة وعن تجاربها. قد أجد نفسي في بعض الأحيان في جملة شعرية لشاعر جاهلي، كما قد أجدها عند النشار، كما قد أجدها في نص قرآني، كما أجدها أيضا على هامش تأويلي لنص بوذي إلى آخره. هناك نوع من تجريب إن صح التعبير في هذا الديوان، والخوض في إشكالات كما قلتم ميثولوجية، نوع من المحاورة مع القصص الديني، نوع من المحاورة مع الموروث التاريخي الديني مع الأسطورة، وكذلك وهو في نفس الوقت قراءة جديدة أو محاولة البحث عن مداخل جديدة لقراءة هذا الموروث الديني من زاوية فلسفية ومن زاوية شعرية. إن صح التعبير نقول أنه تأويل شعري لمجموعة من الأحداث التي تمر بها الساحة اليوم. نعم، في الحقيقة هذا الديوان يقدم كما قلت تجربة شعرية متميزة، لا من حيث بناؤها ولكن أيضا من حيث المضامين والدلالات المتضمنة في هذا الديوان، وخصوصا أنه حاول أن يزاوج بين منطقتين شعريتين هما شعريتان، ولكن أيضا منطقتين زمنيتين تبدوان في الظاهر أنهما متناقضان. منطقة الماضي بكل حمولاته وبكل بينموذج الأساطير التي يتضمن هذا الماضي، وأيضا منطقة العصر الراهن بكل ما يعج به من تحولات في القيم، من حروب، من انكسارات ومن أحلام. ديوان جاءوا لنقص في السماء
هو آخر المغامرات الشعرية للإعلامي والشاعر عبد الحميد الجماهري، يعتبر سفراً ملتوياً في الأزمنة وفي الذات الإنسانية، وكشفاً يزيح الستار عن هموم البشرية في رحلة تراجيدية مفعمة بأسئلة لا متناهية. رغم أن الديوان يغلب عليه تيمة الحرب، إلا أنه يتوسل أيضا بتيمات أخرى، من بينها تيمة الماء وتيمة الذات وانشطاراتها وانكساراتها التي نجدها حاضرة في الديوان. انكسارات أمام هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في العالم، الواقع الموسوم بالعبث والموسوم بالفوضى والموسوم بغياب اللامعنى. الشاعر جماهري في هذا الديوان يحاول أن يرسم صورة لعالم نأمل وجوده، ويحاول أن يقول أن الشاعر بدوره قادر على تقديم تصوره لهذا العالم. إذن الشاعر حاول وهو يستثمر رموزا في الثقافات الإنسانية المتعددة سواء كانت دينية أو ثقافية بشكل عام، حاول أن يقيم صرحا متجددا للغة لكي تقول هذه اللغة ما لا يمكن أن نقوله في هذا الواقع. اللغة الشعرية في هذا الديوان تحاور الماضي من أجل مساءلة الحاضر ومن أجل استشراف شعري أجمل للمستقبل. ديوان في الحقيقة يستحق أكثر من قراءة نظرا لحمولته الإبداعية ولإحالاته الفكرية والفلسفية، وأيضا لما يمنحه هذا الديوان من متعة في القراءة وأيضا من إمكانية كثيرة في التأويل. وإذ نحتفي بهذا الديوان في الحقيقة نحتفي أيضا بالشاعر والإعلامي الجميل الصديق السي عبد الحميد الجماهري. إنها مناسبة للاحتفاء بالإعلامي والشاعر عبد الحميد الجماهري. هذه الأمسية الثقافية تعد نافذة على الأبعاد الشاعرية والفكرية والأدبية لديوان جاءوا لنقص في السماء بمتونه المضامينية وبزخارفه اللغوية. هذه محاولة واحد اللبنة أعتقدها بسيطة إلى المتن الشعري المغربي. نحن أبناء نصوص سبقتنا، كتاب شعراء مغاربة سبقونا، من المجاطي السرغيني الطبال الراجع إلى آخره، وآخرون جايلونا. كما نحن أيضا مدينون لنصوص شعرية أخرى، وبالتالي نحن نعيش بهذه اللغة ونعيش لها وستستهلكنا كما استهلكت قبلنا، لكن نتمنى أن نكون قد أضفنا بعض النوافذ في جدار هذه اللغة التي نحبها ونعيش بها. وعلى قلب الحبيبة بندم حقيقي تتفرس الخواء الوحيد. العلاج الجديد الذي ستجربه عقاقير ومشاريب كما لحاء الشجر كان جزءا من الماضي. عليك أن تجد رفقة في النخلة وفي الجنود القدامى الذين يخيفون الأطباء. أيها الجندي الذي لا يحكي، إذا غادرت هذه القصة تيقن بأنك لن تدخل قصة أخرى. هي مكتبة متخصصة توجد في قلب مدينة الدار البيضاء منذ قرابة 4 عقود، وتعد مرجعاً علمياً وفكرياً وبحثياً لا يضاهى. المكتبة معروفة اختصاراً بمكتبة آل سعود، التابعة لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. شيدت بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وأهديت لخدمة البحث العلمي، فصارت منارة يؤمها الباحثون من مختلف أرجاء المغرب ومن الخارج أيضاً. أنا نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وهي مؤسسة كما تعلمون أنشئت في أواسط الثمانينيات
من القرن الماضي. عملي الأساسي كما تعلمون هو هذه المؤسسة كمشروع ثقافي وفكري إلى حد ما متفرد، وهو نوع من الاستثناء في الحالة العربية، لأنها ليست مؤسسة حكومية، ليست مكتبة أنشأتها مدينة معينة بلدية كما هو معهود في مجالنا الثقافي. هي جمعية تأسست في أواسط الثمانينات، ووراءها يعني ما يسمى لميسان أو الشخص اللي كان كيصرف على المشروع. وهي المكتبة الوحيدة ربما في المغرب وفي العالم العربي التي أنشئت مجموعاتها، يعني لبها اللي هو الكتب، قبل أن يكون لها مكان. عكفت المؤسسة في السنوات الأولى لقيام مكتبتها على جمع النواة الأولية من الوثائق في إطار توجه موسوعي هدفه إتاحة أمهات المراجع والموسوعات في مختلف الحقول العلمية التي تغطيها خطة التزويد في فضاء علمي بحثي جذاب يتيح لهم قرابة 800 ألف كتاب ومجلد ووحدة توثيقية. هذا الذي جعلني أنا من بحث الإجازة تعرفت على هذه المكتبة، فوجدت فيها كتب التي لا نجدها في المكتبات، وربما حتى في الانترنت وكذا لا نجدها، PDF مثلا لا نجدها. ولكن إذا جئت إلى هذه المكتبة العامرة تجد فيها الكتب النادرة، وربما يعني التي لم تطبع بعد ذلك. يقدر عدد الطبعات الحجرية الورقية بأزيد من 500 وحدة، فيما تفوق الطبعات الحجرية المرقمنة 300 وحدة. كان ضروري من اختيارات، وهذه الاختيارات اللي بنيناها منذ سنة 1998 هكذاك، هي أن نعطي الأولوية للمنطقة المغاربية ما تنتجه وما ينتج حولها في العالم. هذا هو الحاجة الأولى، يعني المنطقة المغاربية. وكان آنذاك مشروع المغرب العربي الكبير، فما يكتب عن الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والأندلس والمحيط ديالنا اللي هو إفريقيا الغربية إلى آخره، هذه هي أولوية الأولويات. ونشتري تقريبا أهم ما يصدر في العالم بالإنجليزية بالفرنسية بالعربية حول هذه المنطقة. ثم المجال الثاني هو مجالنا العربي الإسلامي، الدراسات الأكاديمية وليس الصحفية وغيرها. ثم المجال الثالث هو مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، أي ما يصدر في الاقتصاد في الفلسفة في التاريخ إلى آخره بمختلف اللغات، طبعا العربية والفرنسية والإنجليزية إلى حد ما. كانت عندي محاضرة ستتحدث عن الإمام الجنيد، معالم الطريق السالك عند الإمام الجنيد. فيعني بحثت عن بعض المراجع فلم أجد في الحقيقة المراجع إلا في هذه المكتبة. وجدت واحد الكتاب حجري، يعني طبع حجريا في البحث ديالي ديال الماستر، وحتى أن الإخوان يعني هذا الكتاب ما كيخليوش مع الكتب، بل كيكون في مكان خاص بحال المخطوط. تصطف أروقة مكتبة عبد العزيز آل سعود بشكل جذاب بسيط وأنيق للزائر، وتتوزع بشكل هندسي علمي مدروس متاح لروادها حسب درجة وسهولة الوصول إلى الكتب المطلوبة من طرفهم، إلى أن نصل إلى قاعة النوادر، حيث الهالة والغموض تطبع تلك المخطوطات والكتب الملفوفة في ورق خاص. قاعة بالطابق العلوي من المؤسسة تضم قرابة 1500 عنوان لمرحلة ما قبل سنة 1900 ميلادية، وحوالي 9000 عنوان في النصف الأول من القرن العشرين. كما تتوفر على مطبوعات أخرى صدرت في القرن 17 الميلادي، وتضم بالأساس المنطقة المغاربية والأندلس الإسلامية. أنا مواظبة على المكتبة ديال آل سعود، يعني الطاقم المهني والتقني اللي في آل سعود كامل تعرفني. كنت في الأول مواظبة يوميا من 2010 حتى 2015. من بعد يعني ظروف الاشتغال ديالي في مدينة تبليم ملال، أنني كلما كانت عندي عطلة تنحاول نحضر، وهي تتفتح لنا آفاق أني التعاطي مع الكتاب الورقي، الهدوء داخل القاعة، حتى التحفيز. يعني ملي تشوف ان جو علمي هو محفز، ماشي بحال جو ثقافي اخر او جو
إنساني خارج الحافز العلمي. أن تجد أستاذاً يحضر الدرس الذي سيلقيه على تلامذته في حجرة التعلم بالثانوية أو الإعدادية في مكتبة متخصصة كمكتبة عبد العزيز آل سعود، وأن يسافر لأجل ذلك من مدينة إلى أخرى، فهذا أمر يدعو للفخر حتماً، ويسلط الضوء على دور هذه المكتبة ومثيلتها في التكوين المستمر لرجال ونساء التعليم، مثل ما يمكن أن يكون عليه الأمر في باقي المهن المتقاطعة مع تخصص المؤسسة. التكوين المستمر الأثر ديالو في القسم شنو هو أن الإعداد للدرس تكون مستمر أيضاً، إعداد للدرس مستمر أيضاً، وهناك تجدد وحيوية في الدرس دائمة، يعني ما تبقاش داك التكرار والروتين الدرس يعني كاين شنو هي الأستاذ تتحول التلميذ يحفظ الدرس ويقدمه بالصيغة الأولى والصيغة الثانية والصيغة الثالثة، يعني كل عام يعيده. الجميل في التكوين المستمر هو أن الإنسان يتجدد ويجعل من مهنته شيئا حيويا، وهذا شيء يساعد في أن الإنسان تكون سعيد في هذيك المهنة اللي تقدم. وفي بعض الأحيان نتلاقاو مع طلبة أو أطفال تيكونوا راغبين أو يعني عندهم واحد الشوق للكتاب وداك الشيء، هذوك يعني هما تيشكلوا سعادة خارقة بالنسبة لنا. المؤسسة الإضافة ديالها هي أنها جات باش تلبي الحاجيات ديال الانفتاح على البحث العلمي العالمي. ما يمكنش اليوم يصدر كتاب بالإنجليزية على مادة في اللسانيات مثلا والباحث المغربي ما يكونش عنده. آنذاك ما كان لا انترنت ولا والو في الثمانينات والتسعينات، فكان ضروري شي مكتبة اللي تجيب الإنتاج العالمي من برا وتجيب الإنتاج العربي من المشرق ويكون رهن إشارة الباحث المغربي. هذا هو المسائل اللي تفردت بها المؤسسة مع متابعة ما يصدر عالميا. ومع عودة عشاق هذه المكتبة إلى مقاعدهم بها تزامناً مع مطلع فصل الصيف، تبادلهم مكتبتهم شغفاً بشغف لإرواء عطشهم المعرفي. أولاً أنا سعيدة بإعادة فتح أبواب المكتبة، يعني كان فترة قاسية جداً علينا نحن الناس اللي عكفنا على زيارتها دائماً، وكنا نجري أبحاثاً نطلع على مراجع مهمة في هذا الفضاء الذي يعني يعد فضاء يغنينا أحيانا عن شراء الكتب. فهنا ممكن أن نجد مختلف الكتب التي نبحث عنها يعني بسهولة وبيسر، مرتبة وأنيقة ونظيفة، ويعني حتى العاملين بهذه المكتبة يوفرون جميع أجواء العمل داخل برحابها. باعتباري إعلامية في المجال الثقافي، يعني أشتغل في مجموعة برامج ثقافية اللي تتناول طبعا المجال الفكري والثقافي بالأساس، فضروري جدا أن أستعين بمجموعة من المراجع ومن الكتب، لأن الإعداد الجيد تكون دائما نتيجته عمل جيد، ونقدم المتابع ما يرقى لذائقته وما يضيف إلى المشهد الإعلامي والثقافي في المغرب. مكتبة عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء ستظل معلمة ثقافية يفتخر بها ووجهة باذخة لكل باحث في الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. احتضنت عاصمة البوغاز مدينة طنجة معرضاً فنياً للمبدع التشكيلي عبد الكريم الوزاني. طبيعتي هو واسم هذه الاحتفالية اللونية التي تضع المشاهد أمام سينوغرافيا العرض وتمكنه من رؤية الأعمال الفنية من الداخل. عبد الكريم الوزاني يسائل بأعماله الإبداعية الواقعة بطريقته الخاصة، ويترك للمشاهد مساحات للتفكير في مكنونات هذه الأعمال وأبعادها الرمزية الثقافية والإنسانية.
هذا المعرض هذا تسمى طبيعتي ماناتور. اذا الماناتور طبيعتي عندها جوج، عند الطبيعه ديالي انا هيدا اللي عطى الله، هو هذا انا هيدا الطبيعه ديالي هيدا. وكذلك كنلاحظوا الاعمال كامله عندها العلاقه مع الطبيعه مع البيئه، يعني حتى واذا ما كاين شي حيوان ديما كاين الطبيعه، لان ما عنديش انا شي عمل تجريدي، ديما كاين واحد النوع التصوير ولكن بواحد الطريقه ديالي سي ماناتور. انا كنرسم هيدا وما يمكنش يتبدل. معرض عبد الكريم الوزاني كيجي في واحد الظرفيه مهمه، هو الظرفيه البدايه ديال انفراج من الجائحه، ثم هو هذا عمل اللي كيأرخ لواحد مرحله مهمه من حياه عبد الكريم الوزاني اللي هو قضاها في المرسم، يشتغل لاعداد اعمال جديده حول مفهوم الطبيعه. الطبيعه عند عبد الكريم الوزاني تتمثل في الحيوانات، في الاسماك، في الطيور، كذلك في الزهور، وهو اشتغل على رصيده التاريخي منذ 40 سنة، ويطور في تجربته التي تعتمد على تغليف القماش وثم صبغ القماش. الآن يستعمل كذلك لاغيزين مع الصباغة، وهذا لاغيزين مع الصباغة مكنته أنه يدير أحجام كبيرة كذلك، ثم أحجام ممكن أنها تتحرك. كذلك هاد لا سينوغرافيا اللي وضعناها في كنت، واللي عزيزة العراقي شاءت أن المتتبع لعبد الكريم الوزاني أنه يشاهد الأعمال ويلامسها عن قرب. مسيرة الرائد عبد الكريم الوزاني لم تتوقف عن التجديد المستمر في الأسلوب والأشكال البصرية طيلة 40 سنة، حيث اشتغل على تطوير منحوتاته المصبوغة على قماش أو أسماغ، مبتكرا عالمه المتخيل من الذوات. أول صديق اكتسبته في الميدان الفني هو عبد الكريم الوزاني، وشاركنا أنا وياه في مجالات فنية متعددة، وما ننساش بالخصوص معرض الربيع. معرض الربيع اللي كان عنده واحد الدور مهم جدا في التشكيل التطواني، وما ننساش بأن عبد الكريم كان واحد من هاد الرواد اللي أسسوا الحداثة المعاصرة في الفن التشكيلي المغربي، وكنا جميع واحد المجموعة ديال الطلبة الآن اللي كيشكلوا المشعل ديال التشكيل المغربي. فالأعمال ديال عبد الكريم الوزاني اللي هذا المعرض هذا الاسم ديالو ماناتور، طبيعتي يعني من يريد أن يتعرف على حقيقة عبد الكريم الوزاني وشخصية عبد الكريم الوزاني عليه أن يتتبع هذه الأعمال، أن يتأمل هذه الأعمال، أن يدرس هذه الأعمال. هي أعمال سهلة للاستيعاب، فيها الكثير من البراءة، فيها الكثير من التلقائية، فيها الكثير من الصراحة. أنا اليوم سعيد جدا بحضور هذا المعرض، معرض عبد الكريم الوزاني، المدير السابق للمعهد الوطني للفنون الجميلة، اللي خلى بصمة كبيرة في المعهد من خلال مجال الإبداع وتكوين مجموعة كبيرة ديال الشباب في مجال الفنون البصرية. فاليوم هذا المعرض اللي هو كما يقول طبيعتي، عبد الكريم الوزاني في طبيعته، يعني كمبدع في مجال النحت، في مجال الصباغة، فهو بالأشكال ديالو، الألوان البهية، ألوان خاصة به، الألوان تعبر على البحر الأبيض المتوسط، يعني كفنان متوسطي في مدينة متوسطية كتطوان. عبد الكريم الوزاني دائما وفي التوجه ديالو، هذا التوجه اللي كنقولوا أنه طفولي ولكن في الحقيقة يعجب الجميع، فهذا هو أهم حاجة. فهو مدرسة حقيقية يعني في مجال الفن المعاصر. يبقى الفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني أحد رواد الحداثة البصرية بالمغرب، بتجربة نحتية وصباغية تقارب نصف قرن من الزمن.